هنشوف مع بعض في الفيديو ده طريقة عمل عزل مائي لسقف بلاط عمره أكتر من 50 سنة. ده شكل السقف قبل ما نشتغل عليه. السقف معمول بلاط اسمنتي، ولما كان بيحصل امطار كانت المية بتتجمع في حتت كتير جدا في السقف، لان الميول بتاعة البلاط على السقف مش مظبوطة. ده غير ان اصلا مفيش بلعات او مزاريب لصرف مية المطر. اول حاجة عملناها ان احنا عملنا مزاريب لصرف مية المطر، وجبنا مبيض محارة علشان نعمل محارة للسقف ونظبط ميول البلاط في اتجاه المزاريب، واستخدمنا ميزان الليزر علشان نقدر نظبط الميول بدقة عالية. عملنا بقج على السقف وشدينا عليها خطان، وبعد كده عملنا عليها اوتار علشان نبدأ نمحر بيها السقف ونعمل ميول في البلاط في اتجاه المزاريب، علشان لما يحصل امطار على السقف المية كلها تمشي في اتجاه المزاريب ومفيش مية تركن على السقف نهائيا. وعملنا رقبة ازازة ارتفاعها 15 سنتي فوق طبقة الميول اللي عملناها علشان نرفع العزل بتاعنا لحد رقبة الازازة. وبعد ما خلصنا طبقة الميول ورقبة الازازة اختبرنا السقف بالمية علشان نتأكد ان الميل اللي عملناه مظبوط في اتجاه المزاريب، علشان لما يحصل امطار على السقف المية كلها تمشي في اتجاه المزاريب وتنزل من على السقف وما يركنش ابدا مية فوق العزل او فوق السقف. وبعد كده دهنا السقف بالكامل ورقبة الازازة دهان بتومين على البارد، وسبناه يوم كامل علشان ينشف. فايدة البتومين اللي على البارد ده ان هو بيسد المسامات المفتوحة في طبقة المحارة او طبقة الخرسانة اللي على السقف، وبيعتبر مادة رابطة بين لفات الانسومات اللي هنفردها فوق البتومين وبين الخرسانة. وده كان الشكل النهائي للسقف بعد ما دهنا السقف بالكامل ورقبة الازازة بالبتومين على البارد. بعد كده فردنا لفات العزل على السقف، ولفات العزل دي تعتبر الطبقة النهائية او اهم طبقة من طبقات العزل، واستخدمنا هنا اغلى واجود نوع موجود في السوق من لفات العزل اسمه انسومات او ممبرين مبحث او ممبرين عليه حصوة. الحصوة دي اللي هي اللي لونها رمادي اللي باينة معاكم دلوقتي في الفيديو. فايدة الحصوة دي ان هي تعتبر طبقة حماية للفات العزل، بتحميها من الحركة او المشي عليها، وبتحميها من اشعة الشمس، وبتحميها من العمال لو هنعمل طبقة حماية فوق العزل. بعد كده بدأنا نلحم او نسخن لفات العزل على السقف لحام كامل او تسخين كامل، علشان نضمن ان لفات العزل هتلزق او هتطبع بالكامل في السقف وما تفكش منه بعد كده. واكدنا على الحام الاوفرلاب او الوصلات بين لفات العزل وبعضها علشان نضمن ان هي لازقه في بعضها تماما وعمرها ما يحصل تسريب من خلال الفواصل بين لفات العزل. وموتنا اللحام او الفواصل بين الالواح زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان لفات العزل تعتبر بقت على السقف جزء واحد او حته واحده ما فيهاش اي فواصل او اي لحامات ممكن تسرب ميه في المستقبل. واكدنا برضو على الحام نهايات لفات العزل على رقبة الازازة او على الحيطة علشان نتأكد برضو ان مفيش اي فراغ او اي فاصل بين نهاية لفات العزل وبين الحيطة ممكن يسرب لي ميه في المستقبل. وده كده كان الشكل النهائي للعزل بعد ما عزلنا السقف بالكامل.